بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومفاجأة من العيار الثقيل، تابعوني لغاية النهاية. أول خطوة في الشفاء محدش يقولها لك. رحلة الشفاء الحقيقي ومتى بيبدأ الشفاء الحقيقي؟ أول خطوة في الشفاء الحقيقي إنك تعرف إنك تعبان، مش قدام الناس، قدام نفسك يا حبيب قلبي. إنك تبطل تمثيل إنك قوي وإن كل حاجة تمام، لأن الحقيقة أكثر حاجة بتتأخر الشفاء إنك بتنكر الألم يا حبيبي، والألم ده إجباري ولكن المعاناة اختياري. أول لحظة صدق مع نفسك هي أول لحظة شفاء، إن أنت تكون صادق مع نفسك ومتصالح مع نفسك يا حبيب قلبي الغالي. ليه؟ لأن بتفضل تعبان رغم إنك بتتعالج. لازم نتربط بين النفس والجسد والروح والعادات اليومية. الشفاء مش دواء بس، الشفاء قرار وأسلوب حياة. الكلام ده يا جماعة اللي بقوله ده المفاجأة، ويا ريت يعني تستوعبوا الكلام وتنشروا الفيديو ده جزء من الكتاب اللي أنا هكتبه إن شاء الله وينزل قريبا إن شاء الله. ده مهم جدا، ده أول كتاب هنزله بإذن الله من خلال تجربتي الشخصية. اللي أنا بقول لكم أنا مش لست طبيب، أنا تجربة شخصية حقيقية. لسه في حاجة أهم حاجة أقولها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، مش كل تعب سببه الجسم. افهم نفسك قبل ما تعالج نفسك، وإن شاء الله هنتكلم إزاي نبدأ الشفاء خطوة بخطوة. وبرضو كل تجارب شخصية، تجربة شخصية حقيقية. يا ريت تستوعبوا الكلام اللي أنا بقوله، وانتظرونا يعني قريبا إن شاء الله. لسه أنا ببدأ في الكتابة، هي فكرة جت من زمان في دماغي، بس بدأت بكتب الأيام دي كل يوم جزء كده، وإن شاء الله لما أخلصه أقول لكم أنا خلصت الكتاب. وإن شاء الله الكتاب ده هيهز العالم كله بإذن الله لأن حاجة تجربة شخصية، ده مهم جدا. اللي انت تكتب شيء من قلبك وتكون صادق، وتجربة شخصية. ركزوا الكلام، مش كلام نظري أو ناقل كتاب أو لا، ده حاجة شخصية. ويا ريت تدعموا القناة يا جماعة، لأن الشفاء بيبدأ لما تسامح نفسك وتبطل جلد الذات، لما تختار تهدى حتى لو الدنيا كلها مش هادية. في اللحظة دي هتعرف نفسك اللي انت ربنا شفاك، مش بس جسمك اللي بيبدأ يخف، حياتك كلها تبدأ من جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعموا القناة يا جماعة واشتركوا، وإن شاء الله لما الكتاب ينزل عامل له عنوان حلو قوي، وهتستوعبوا الفكرة اللي أنا أقصدها إن شاء الله. وربنا يسهل الأمور والنية خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.